النصر أو الشهادة. لا نقاتلهم بعدد ولا بعدة، ولكن نقاتلهم بهذا الدين. فارتفعت معنويات القوم وبدأوا بالتكبير، وكان قائد الجيش زيد، فاستشهد فاستلم الراية جعفر، ثم استلمها عبد الله بن رواحة، والذي كان شعاره ودستوره أن يقول ويطلب الموت، حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشدا. ماذا يفعل ابن رواحة؟ كل من يمسك اللواء، لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله، يكون مصيره الموت. ورأى بعينيه ماذا حدث لرفيقيه. الكويت 21/3/2012. أعزائي شهداء البخابور، وخاطب نفسه وهو ينتفض ويقول: كلمة للشيخ أبو حيدرة: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد لقيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. وقاتل حتى وقع شهيدا. هذه السيرة النبوية وهذه الأحداث لن تمت يا إخوة، لأننا نعيشها اليوم واقعا، نعيش هذه الأحداث ونعيش هذه المعارك عندما يواجه ثلة من الشباب ممن نذروا أنفسهم في سبيل الله ويصمدون ويدافعون عن الدين وعن الأعراض أمام جيوش جرارة، أمام جيوش تعبد الطاغوت من دون الله، ويريدون أن يستحلون الأعراض ويستحلون الأموال ويسخرون هذا الشعب لعبادتهم ولخدمتهم. لكن الله سبحانه وتعالى يؤيد هذا الدين في كل وقت. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الكويت 21/3/2012. أعزائي شهداء البخابور: أين هم يا رسول الله؟ إنهم في الشام، جند الشام قادمون، وهؤلاء الفتية نحتسبهم شهداء عند الله تعالى. ولقد أخبرنا الله بحال هؤلاء فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تعتصر أفئدتنا الألم عندما نرى بأن هذه المعركة غير متوازنة، وبأن عدونا كنا نبعث له الأتاوات، وكنا نرسل إليه أبناءنا يساندونه ويقاتلون معه، وكنا نعطيه الولاء. أما الآن فقد وضح الكويت 21/3/2012. أعزائي شهداء البخابور: فهنالك كتائب ترتكب الجرائم، وهنالك فتية رفضوا أن يركعوا لغير الله. فلذلك أيها الإخوة أذكركم بالفتوى الشرعية التي تحرم على المسلم، على من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، تحرم عليه أن ينتسب إلى تلك الكتائب وأن يقتل إخوانه من المسلمين. فلا يجوز ذلك ولو وضعت البندقية على رأسه، أيختار لأخيه القتل ويختار لنفسه البقاء؟ أي أنانية تلك! لذلك علينا أن نتخذ الإجراءات الحقيقية، أن نتخذ هذه الإجراءات، فلا ندفع مالا
ولا ندفع شبابا الكويت 21/3/2012 عزاء شهداء البخابور. بل علينا أن نواجه هؤلاء لندافع عن المقدسات. المرحلة القادمة يا إخوة هم يجربونها في حمص، وكأنهم يصنعون حقل تجارب. اعتدوا على المساجد فوجدوا بأن الناس لم يتحركون، اعتدوا على البيوت وهدموها، قتلوا الأطفال قصدا من أجل أن يرهبوا العالم، اعتقلوا الآلاف وفعلوا، ثم أنهم وصلوا إلى قضية الأعراض وهي خط أحمر، وشعار الثوار أن يقولوا الموت ولا المذلة. لا أتصور بأن إنسان لديه ذرة من الإنسانية يقبل أن ينتهك عرض من أعراض المسلمين. ما الذي جعل المعتصم يجيش جيشا مع طول المسافة وخطر الطريق؟ لماذا يجيش جيشا إلى عمورية؟ لأنه سمع صراخ امرأة نقل إليه فقالت ومعتصماه. عندما تجتمع النخوة مع العشائرية مع الإيمان لا يقف أمامها الجيوش الجرارة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الكويت 21/3/2012 عزاء شهداء البخابور، وأن يجعلهم في عليين، وأن يجافي القبر عنهم، وأن يضع على رؤوسهم تاج الوقار، وأن يزوجهم من الحور العين، وأن يشفعهم في 70 من أهلهم كما قال عليه الصلاة والسلام: وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نسأل الله أن يعجل الفرج والنصر والفتح المبين، وصلى الله على نبينا.